وده هناخد لقطات سريعه كده، التصريحات اللي جايه لنا الشناوي، بعض اللقطات اللي صدناها زي البيتزا. ومن اهم اللقطات يمكن رصد معاكم الاعلامي الكبير الاستاذ عز الدين الكلاوي لقطه مهمه جدا من المدرجات، يمكن انا وهو عايزين نتكلم فيها في التحديد. كابتن محمود الخطيب ومداعبه قبل المباراه اللي فترة طويلة ظهرت على الشاشات بينه وما بين المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي، وأحد أهم 5 في العالم بيديروا الكورة، وعضو المكتب التنفيذي للكاف. يعني بس أستاذ عز، ناس كتيرة بتهاجم هاني أبو ريدة وبتتهمه أنه متحامل على الأهلي، وفي كل مرة تتاح الفرصة للكابتن محمود الخطيب تجده يشكر هاني أبو ريدة ومواقفه. لقطات كتير يمكن الكابتن محمود الخطيب ظهر وهو بيضحك وبيتكلم مع هاني أبو ريدة قبل المباراة. هاني أبو ريدة يعني هو ما شاء الله شخصية كبيرة، أنا شهادتي فيه مجروحة لأنه صديق من أكتر من 25 سنة. يعني كفاية زي ما قلت إن هو أحد من أهم الناس بتدير الكرة العالمية في الفيفا. وعايز أقول لك ملحوظة مهمة جدا، إنه واحد من 2 أو 3 بس في الفيفا لم يسقطوا في منظومة الفساد اللي راح فيها بلاتر، وراح فيها يمكن اكتر من 20 واحد راح في منظومه الفساد واللي راحوا. هانا ابو ريده ومتسبي هنا قاموا مع كل هدف، لدرجه ان متسبي وهانا ابو ريده قال لك احنا بنشجع الاهلي ممثل القاره. بالظبط، بس التقصير في هانا ابو ريده انه مش مدي التواصل الاعلامي، ما بيحبش يرد. والتواصل الاعلامي مع الناس. هو في منصب عالمي، هو واحد من اعضاء اللجنه التنفيذيه طبعا. في حقائق جديده لازم يعرفها الوطن العربي، مش بس في مصر، والاعلام العربي لازم يدي كلوز اب عليها. نصيحتي ليه انه لازم يدي كلوز، لازم يبقى في مجموعه عمل بالنسبه له اعلاميه او مستشارين اعلاميين يوصلوا صوته بحيث انه يقدر يرد. بنشكره طبعا، وانا عارف انه بيعمل كتير جدا. وباي ذا واي طبعا انا بشكر كمان صديقي العزيز محمود الخطيب، اللي انا اتيحت ليا فرصه كبيره جدا ان انا يعني اغطيه وهو لاعب فترة طويلة، ثم أتزامل معاه في الأهرام أكثر من 25 سنة. فعلا كان فيها قمة الأخلاق بعيدا عن النواحي الفنية، قمة الأخلاق والإدارة. وهسيبك تكمل. عمرو يسري، تعليقك موديست يحتفل بالميدالية. تضحك ليه؟ ما انا لسه قايل له. انت غريب قوي والله، الراجل شيء وتعب قوي. جاله 3 عروض. ده احنا شفنا عرقه والله. اقسم بالله اللقطه دي هتجيب عرضين زياده. والله يا راجل ما لعبش خد ميداليه. يا دكتور سيد، ما لعبش خد ميداليه. ده الاهلي عظيم قوي يا جماعه والله. والله لا نفسه معانا. بقول لك لا تصريحات لباتريك ناصر، وبعد كده غرم الاهلي وطرد وخد ميداليه. خد ميداليه وطرد. ايوه، و40,000 فرنك. انا بقول لك ميداليه وطرد. بيقول لك ايه، باتريك مدير اعماله عامل التصريحات، بيقول ان جاله 3 عروض من فرنسا ومن انجلترا، وبيقول لك ان هو رافض هذه العروض وتمسك بالاهلي. عاشوا وكل الرد في المؤتمر بتاع 3 دقايق قال لك ونحن متمسكين به. طيب، هادي الشافعي من جده، رئيس القسم الرياضي في موقع الجمهور، صديقي العزيز هادي الشافعي الناقد الرياضي. هادي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كابتن عبد الناصر؟ وما زلتم ساهرين حتى الفجر في جده. ولسه كابتن عبد الناصر للصبح ان شاء الله احتفالات وفرحه كبيره جدا للنادي الاهلي هنا، والله العظيم يا كابتن. مساء الخير الاول على حضرتك وعلى كل ضيوفك الكرام. يعني قول لي، يعني مداعبات ملفتة للنظر كانت ما بين الخطيب وهنا أبو ريدة ومحسن صالح وزكريا ناصف وخالد مرتجي، وفرحة كبيرة من كل النجوم، وتصريحات محمد الشناوي بعد المباراة. خلينا نتكلم على هنا أبو ريدة او الكابتن هنا أبو ريدة. ده اكبر رد لكل الناس اللي بتهاجم هنا أبو ريدة وتقول ان الكابتن هنا أبو ريدة ضد النادي الاهلي وما بيعملش حاجه لمصلحه الاهلي، وعلى طول واقف في اي حاجه ما بيخدمش فيها النادي الاهلي. بالعكس، استاذ هنا أبو ريدة يعني راجل خدوم جدا، راجل ما بيعملش حاجه غير لمصلحه الكره المصريه كلها وكل الفرق المصريه. شفنا النهارده على المنصه لقطات يعني ما بتتكررش كتير، ما بتحصلش غير مع النادي الاهلي. لقطات بينه وبين الكابتن الخطيب رئيس النادي، وبين الاستاذ خالد مرتجي عضو مجلس الاداره، وبينه وبين كل اللعيبه وبين كل اعضاء الجهاز. لقطات بصراحه في منتهى الفرحه والسعاده، يعني مخليه الاجواء هنا يعني
مش عارف اوصفها لحضرتك بصراحه. الفرحه احنا طب قول لي يعتبر قول لي يعني دلوقتي كل وكالات الانباء ركزت على نقطه قالها الشناوي وثبت كل حاجه، لما سئل عن انتقاله للدوري السعودي قال في كلام كتير ولا تعليق. دي حقيقه فعلا، في كلام كتير جدا للكابتن محمد الشناوي. لو تفتكر كنت حضرتك انت نفسك انفردت من فتره كبيره بعرض النصر السعودي اللي كان جاي للكابتن محمد الشناوي. تمام. العروض اصبحت تنهال النهارده على الكابتن محمد الشناوي وعلى كل لعيبه الاهلي، بس اسم محمد الشناوي انه قدم بطوله مميزه جدا، عمل ماتش قوي جدا في ماتش اتحاد جده، تصدى لضربه جزاء لنجم عالمي. ففعلا في عروض كتيره للكابتن محمد الشناوي، بس كلها مؤجله لحين العوده من الامارات. انت عارف حضرتك ان الفريق هيطلع من السعوديه على الامارات تمام للسوبر المصري. يعني اشكرك شكرا جزيلا من جده. كان معنا هادي الشافعي رئيس القسم الرياضي بموقع الجمهور. معلش سريعا هاخد كل التليفونات عشان اخد تعليق عليها. خبير السياحي وصديقي العزيز ابن الاقصر محمود ادريس المحترم، صديقنا العزيز محمود بيه ادريس، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الأول طبعا تحياتي للناس المحترمين الكرام ضيوفك الأعزاء، وبقول لهم متشكرين، وضع عليهم ما شاء الله كلهم أهلاوية وبيحبوا الأهلي زيي، فطبعا بقول لهم كل سنة وانتم طيبين. وبشكر كف البرنامج على فعلا يا أستاذ عبد الناصر، يعني رجعتنا للسهر تاني، وابتدينا يعني نحب نتفرج على التلفزيون واللقاءات الممتعة، والناس اللي طبعا المحترمين ضيوفك اللي بيكونوا طبعا ناس يعني أكثر من رائعين. الواحد بيقعد كده قصاد التلفزيون ل3 و3:30. فبشكرك وبشكر برنامج حضرتك وأسرة البرنامج وضيوفك الكرام. طبعا كأهلاوي صعيدي فبقول لك يعني متشكرين على التغطية الممتازة النهاردة والحاجات الحلوة والانفرادات، وكل الصعايدة وانا متأكد كلهم بيتفرجوا دلوقتي عليك. قول لي بقى يا عم محمود، دعي مين من اللعيبة اصحابك يجولك في الويك اند؟ والله انا باذن الله لا والله انت عارف انه كلهم صحابي، بس طبعا يعني ان شاء الله كده خلال اجازات نص السنة في طبعا انت عارف اغلبهم اصدقائي فبيحبوا يجوا يزوروني. بس انا بقول لك بمناسبة كلامك على الكابتن هاني، انا كلمته لما شفته قاعد جنب صديقي واخويا محمود الخطيب. الكابتن هاني لما أيوة. كان قاعد جنب الكابتن محمود الخطيب فكلمته وما ردش، فبعت لي رسالة. فطبعا يعني كانت الحمد لله يعني كانت حاجة كويسة، وكان ان شاء الله بشرة خير وكسبنا، وكل الصعايدة وكل الجمهور الاهلي انبسطوا، لان بصراحة يعني كان الاهلي المفروض يلعب على الفاينل، بس يعني زي ما انت عارف دي حال كرة القدم، فان شاء الله كده تتعوض في السنين القادمة. بس انا حبيت اشكر فعلا اسرة البرنامج بتاع حضرتك وضيوفك الناس المحترمين اللي دايما يعني تمام. الواحد بيتفرج عليهم، وبنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله اللي جاي احسن. وتحيا مصر. اشكرك شكرا جزيلا محمود ادريس. اخر مكالمة تليفونية عشان اختم مع ضيوفي بس بكلام مهم، وناخد كمان كلمتين عن المان سيتي. عم مليجي حنك وطلب المداخلة، اتفضل يا عم مليجي. محمد هاني لغاية ما يجي لنا عم مليجي. ماشي محمد هاني، الجيل الحالي للاهلي طموح ولا يشبع بالبطولات يا عم عمرو يسري. دي حقيقة. بص، اي جيل في النادي الاهلي طموح وما بيشبعش بطولات. من ايام صالح سليم الله يرحمه مع حفظ الالقاب. الاهلي الفوز 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 الفوز، وده اللي احنا تعودنا عليه وهنفضل العمر كله. محمد هاني ما قالش جديد، ده الطبيعي، ده الطبيعي بتاعه، ده الطبيعي بتاع كل لعيبه النادي الاهلي، لان عارفين ان وراهم جمهور بيدعمهم، وفي نفس الوقت لا يرضوا بالتعادل، لا يرضوا بالفضيه، دائما وابدا الاهلي الذهبيه. فمحمد هاني قال كلام مفروغ منه. طيب الاستاذ محمود عاطف من جده معنا مباشره. محمود عاطف، البيان، النقد الرياضي بالبيان، جريده البيان. محمود يا عاطف، مساء الفل وصباح الفل، وطبعا كلكم مش نايمين يعني، بسم الله ما شاء الله.
بالتأكيد طبعا يا كابتن عبد الناصر، مساء الخير عليك طبعا وعلى ضيوفك الكرام. طبعا برحب بيكم في ليلة طبعا جميلة النهارده. النادي الأهلي يعني خليني في الأول أهنئ النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على تحقيق البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني بأداء كان جيد جدا. يمكن المنافس النهارده قدر إنه يرجع المباراة بسبب أخطاء فردية، لكن الأهلي قدر إنه في النهاية إنه يفوز طبعا النهارده ويحقق البرونزية رقم 4 في تاريخه. كمان الاهلي اصبح اكتر فريق حصولا على البرونزيه في البطوله كابتن عبد الناصر. تمام. يمكن خليني اكلمك النهارده كان في فرحه كبيره جدا بعد اللقاء هنا في السعوديه طبعا من جميع المسؤولين ومارس الكره النهارده طبعا يمكن كان في حاله احتفال قوي مع الجماهير. وده انا عايز بس يا محمود يا عاطف اخدك لحاجه لان وقتي خلص. جماهير الاهلي هجمت الفيفا بشراسه، وده بيأكد انفرادي لما قلت منعت بعض جماهير الاهلي في مباراه الدور قبل النهائي، وراح الفيفا رد على طول، وده يمكن سبق لينا، قال لك نهنئ الاهلي بالبرونزيه ومستمتعين بالجماهير رغم الهجوم. يعني صف لنا مشهد الجماهير واحتفال الاتحاد الدولي بالاهلي في دقيقه. حاله من هجوم النادي الاهلي طبعا بسبب بعض الحاجات طبعا اللي حصلت في البطوله والظلم الكبير اللي تعرض للنادي الاهلي في المباراه طبعا امام بطل البرازيل. ولكن زي ما قلت طبعا مع حضرتك اكدت طبعا بالظبط كده، الفيفا رد طبعا وهني النادي الاهلي ان هو حصل على البطوله، والنادي الاهلي دايما متواجد في بطولات كاس العالم. خليني اقول لك يا كابتن عبد الناصر كان في حاله فرحه كبيره جدا مارس الكره اللي احتفل بيها بشكل قوي مع اللعيبه. النهارده امام عاشور كان سعيد بشكل كبير جدا، سنه اولى اهلي بيحقق برونزيه النهارده وبياخد جائزه افضل لاعب. علي معلول النهارده طبعا كان يتمنى ان هو يسجل ضربه الجزاء عشان يكون هو اكتر لاعب مسجل اهداف في البطوله، لكن هو يعني تساوى مع الفاريز طبعا لاعب السيتي. كمان النادي الاهلي يا كابتن يمكن خلينا اكلمك ان هو افتتح البطوله طبعا بفوز كبير على يعني اتحاد جده بنجومه الكبار طبعا. وكمان خلي بالك العالم كله اتكلم على الاهلي يا محمود يا عاطف. عذرا بس لضيق الوقت، بشكرك شكرا جزيلا. سريعا كده استاذ عز دكتور سيد عمرو يسري، اتحاد جده، يا ريت ناخد الاخبار دي سريعا يا استاذ محمد. اتحاد جده يفوز بجائزه اللعب النظيف. استاذ عز في تعليق سريع في نص دقيقه، يستحق اتحاد جده اللعب النظيف ولا مجامله للارض وصاحبها؟ لا هو يستحق طبعا، حط لك نجوم عالميين وكانت الامور سهله مع النادي الاهلي رغم انه فريق كبير جدا. وعملوا مباراه كبيره الحقيقه، عملوا مباراه كبيره جدا مع النادي الاهلي. طب بالذات انا قصدي مباراته مع الاهلي تحديدا كانت مباراه جيده جدا، والحقيقه الاهلي من خلالها اثبت علو كعبه على بطل الدوري السعودي، لانه كسب قبل كده الهلال بطل الدوري السعودي، والسنه دي الاتحاد بطل الدوري السعودي، وانتقم على فكره او ثأر للهلال السعودي اللي خسر نهائي دوري ابطال اسيا السنه اللي فاتت من ريد دايموندز دون. فما شاء الله يعني ده يحسب للنادي الاهلي. الدكتور اشرف صبحي كان اول المهنئين، اذا الدوله كانت اول حد هنئ الاهلي بالبرونزيه ببيان رسمي يا دكتور سيد. طبعا الدوله واقفه ورا فرقها وورا منتخباتها، والدكتور اشرف صبحي بصراحه ما فيش مناسبه اذا كانت مع انديه او منتخبات او حتى الالعاب الفرديه، متابع جيد جدا الدكتور اشرف، وبيبقى من اوائل المهنئين لاي انجاز بيتم، لان الانجاز في الاول والاخر لمصر ولبلدنا. طيب اوراوا ما كانش بطل اسيا النسخه اللي فاتت، النسخه اللي قبلها الاولمبيه واتحاد الكره ايضا هنئوا الاهلي يا عمرو يوسف. طبعا اللجنه الاولمبيه السنه اللي فاتت كان اوراوا ولا اللي قبلها؟ اوراوا وكسب الهلال اللي فاتت اللي هي 22 اللي هي تأهل الاهلي سقر للهلال بالظبط زي ما انت قلت صح. معذره اصلا هو في المركز السابع فكيفه متاخر وحالته متدهوله. لا بس هو بطل اسيا لعب بوصفه بطل اسيا. اللجنه الاولمبيه واتحاد الكره هنوا الاهلي. عمور تعليقك؟ ده يعني ده الطبيعي يعني، واتحاد الكره عايزين بس منه يعني ارجوكوا خدوا بالكم من المواعيد. يعني الناس دي بتتعب، النادي الاهلي لعيبته خلاص بتتبهدل فحرام، فلازم مواعيدكم تبقى ثابته. لازم يبقى في الدوري ميعاده كذا يخلص كذا، الكاس ميعاده كذا يخلص كذا، بلاش التعويم اللي بيحصل في اتحاد الكوره ده مهم جدا. اشكرك يعني. شكرا جزيلا. اخيرا مانشستر سيتي يرسل برقيه تهنئه عبر موقعه الرسمي للنادي الاهلي بعد الحصول على البرونزيه. استون فيلا كذلك الامر، ليفربول، شيفيلد يونايتد. المواقع والانديه العالميه بتؤكد على ان الاهلي كسر الدنيا. استاذ عز وقتي خلص، ولكن السيتي
كان يستحق وهو اقوى فريق على الاطلاق. رايك؟ طبعا اقوى فريق على الاطلاق، وان كان متاثر بغياب دي بروينا وهالاند ومؤثرين معاه جدا. واعتقد لو الاهلي كان يعني تاهل وكان جدير بيتاهل المباراه النهائيه كان هيتعب السيتي غير لما يفوز 4-0 على فلومينينزي اللي كشف يعني سوء مستوى فلومينينزي وانه كان محظوظ بالفوز على الاهلي. لكن عموما دي كرة القدم. صح. البطولة الجاية اصعب، لازم نأكد بقى معاك اصعب جدا، وما تزعلش مني خالص، يعني فنيا رأي فني الاهلي لن يستطيع ان يصل الى المربع الذهبي في ظل وجود عمالقه. هعمل لك حلقه عشان تعرف ليه وتأيدني، لان عايزين شويه دولارات محترمين نجيب لعيبه تنفع. مش دولارات بس، تنفع مش دولارات بس، عايزه يعني خبره كبيره. وماله، ما هو اللعيبه الخبرات بفلوس كتير. ويا ريت الاهلي يفكر انه يبقى ليه مشاركه كضيف شرف مثلا في الدوري الانجليزي، في الدوري الفرنسي، في الدوري الهولندي. اديني دولارات ويوروهات واسترلينيات يا جماعه، رفقا بالخطيب. الموضوع اكبر من ال 3 مليار جنيه. سعدت بيكم. والتيشيرت ده بهديه، كنا جايبينه، ده اخدته هديه من النادي الاهلي. فهذا التيشيرت بهديه لمحمود صديقي. هنا اول واحد طلبه مني محمود ده كابتن تيم البوفيه. ف صح معزم محمود. ماشي، ما انا عارف. كابتن تيم البوفيه محمود صديقي حصل على التيشيرت ده، والعلم مدير المتابعه المحترم الاستاذ حاتم المصري خد العلم ده. والعلم ده مين؟ العلم ده مين؟ عبد الرحمن ناصر. عم طارق ولا عبد الرحمن؟ لا، عم طارق اولى من عبد الرحمن. اذا عم طارق العلم ده والعلم ده مين؟ حاتم المصري. والتيشيرت ده بتاع النادي الاهلي للاستاذ محمود المحترم. وعبد المقصود النهارده كان نجم. بص، عبد المقصود ده مالوش في الكوره خالص، النهارده اتكلم بلغه الاهلي، الناس نطقت النهارده. مبروك يا اهلاويه، افرحوا يا مصريين ان عندنا في مصر حاجه اسمها النادي الاهلي. شكرا جزيلا لكل فريق الاعداد، وشكرا لكل المراسلين اللي في جده اللي كانوا معانا، وزمايلي الصحفيين الافاضل اللي تعاونوا معانا، وشكرا جزيلا ليكم. التقيكم على خير الاربعاء القادم ان كان في العمر بقيه.